اللهم لا صبر لنا على البلاء ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا، ولا تكل قلوبنا في التعلق بخلقك لقضاء حاجاتنا، وتول أنت كفايتنا، وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا، فبفضلك اللهم استغنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هعمل لكم أكلة جميلة جدا وجديدة، وإن شاء الله تعجبكم كلكم. هنعمل لسان عصفور باللحمة المفرومة والخضار، طريقة بسيطة وسهلة، ويلا بينا نبدأ. المكونات بتاعتنا كيس لسان عصفور، وربع كيلو لحمة مفرومة، و3 جزرات متقطعين مكعبات، وبصلاية هنبشرها، وصلصة او طبعا طماطم معصورة، وخضرة مشكلة، يعني نص ربطة من كل حاجة. اول حاجة هنجيب الحلة، هنضيف لها معلقتين سمنة، وهنبدأ ان احنا نضيف البصل عشان هنشوح البصل كده يصفر معانا. انا عايزة تغيري بدل اللسان عصفور ممكن تضيفي مكرونة من اللي هي الصغيرة خالص، برضو تنفع وهتبقى جميلة، بس انا حبيت اغير لكم واجيب لكم اللسان عصفور حاجة تبقى جديدة يعني. بعد ما البصل اصفر معانا وخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه، هنضيف عليه اللحمة المفرومة الربع كيلو. هنبدأ بقى نشوح في اللحمة وهنقلب فيها عشان تخرز معايا تديني الشكل الجميل ده. بعد كده هنضيف لها التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وملح، بهارات مشكله اللي هي بهارات اللحمه. هنقلب فيها كده، طبعا الريحه جميله قوي اول ما ضفنا التوابل بتاعتنا. وبعد كده هنضيف مكعبات الجزر، عشان خاطر الجزر بياخد وقت في السوى، فهنضيفها واحنا بنشوح اللحمه عشان كل حاجه تاخد سواها المظبوط. بعد كده هنضيف قرن فلفل اخضر، لو حب الفلفل حراق ماشي، فلفل رومي برضو انت وراحتك، بيدي ريحه جميله وطعم كويس برضو للاكله بتاعتنا. بعد ما شوحنا اللحمه بالجزر بالفلفل، هنضيف عليها صلصه الطماطم. لو مش عندك صلصه هتضيفي طبعا تعصري طماطم وتضيفيها عليها. هنقلب وهنسيبها بقى، نوطي عليها ونخليها لحد ما تتسبك معانا. هنا بنشوف اللحمة بتاعتنا، لقينا الطماطم اتسبكت وبقت كويسة كده. وهنا هنضيف كوباية ونص مية، مش هنزود اكتر من كده لانها محتاجة هنزود لها، عشان خاطر اللسان عصفور ما بياخدش مية كتير. هنقلب، لقيتها محتاجة شوية ملح زودت لها تاني. وبعد كده في الاخر خالص هنبدأ نضيف الخضرة اللي احنا قطعناها ناعم جدا، نضيف منها حبة حبة كده لحد ما اشوفها مظبوطة معايا ولا لا، على حسب رغبتك يعني فيها. الخضرة بتديني طعم جميل جدا للأكلة بتاعتي، وريحتها بتبقى جميلة جدا. هضيف بقى الكمية كلها، وفي الاخر خالص هنضيف لسان عصفور. هنرش لسان عصفور كده، وهنقلب كل الخليط مع بعضه. لقيتها محتاجة شوية مية تاني، ضفت نص كوباية تانية، يعني هي كده خدت معايا كوبايتين مية. هنقلب كويس كده، وبعدين هنسيبها لحد ما تغلي على النار. هنا غلي وتشرب، هبدأ بقى اوطي عليه عشان خاطر يستوي كويس. هنعمل بقى مع بعض شوية مخلل كده جميل مختلف شوية، عبارة عن بتنجان رومي وطماطم صغيرة. هنقطع البتنجان، هنشيل كده الراس بتاعته، هقشر البتنجان بالطول كده تقشيرة واحدة بس، عشان انا عايزة برضو استفاد من القشر بتاعه. وهقطع البتنجان بالطول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط شرايح. هنجرب في واحدة تاني، هنقشر البتنجانية بالطول تقشيرة واحدة،
وهنقطعها شرايح بالطول. هنا حاولنا نغير بدل البتنجان التاني، قلنا نعمل البتنجان ده برضو جميل الرومي وبيدي طعم جميل. وهنعمل بقى طماطم مخللة جميلة بالثوم والدقة، طعمها حلو قوي هتعجبكم كلكم. من الطماطم الصغيرة وقطعناها 4 زي ما انتم شايفين كده. وجبنا الفلفل الحراق يا دوبك بنعمل له فتحة بسيطة كده علشان خاطر ما يفرقعش معاكي في الزيت كده. هنا بقى هنجيب البتنجان وهنضيف عليه رشة ملح عشان خاطر ينزل المية اللي فيه، رشة بسيطة كده من على الجنبين. هضيف له 2 معلقة دقيق، او لو ما عندكيش ممكن تضيفي له 2 معلقة نشا على الجنب ده كده وعلى الجنب التاني، يعني على الجنبين كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. انا بضيف له ليه النشا او الدقيق علشان خاطر ما يشربش معايا زيت كتير. احنا بنوفر الزيت شويه لانه طبعا غالي زي ما انتوا عارفين. هنا بقى هنشوف اللسان عصفور، لقيته اتشرب وفاضل له حاجات بسيطه. جبت حوالي 3 معالق زيت كبار، ضفتهم في الطاسة عشان خاطر هم دول اللي انا هقلي بيهم البتنجان، لان طبعا احنا عارفين ان البتنجان بيشرب زيت كتير، فاحنا لازم نوفر في الزيت شوية، عشان كده ضفت له الدقيق او النشا. هنا اتحمر البتنجان وهقلبه على الجنب التاني، اداني لون جميل قوي. وتحس ان هو مقرمش كده مش طاري معايا او شارب زيت. وهنا الجنب التاني اتحمر وبقى لونه جميل قوي وشكله يفتح النفس. هضيف كمية الباقية من البتنجان وهشيل اللي اتحمر. ضفت باقي البتنجان وهنا لقيت ان الزيت طبعا قل شوية معايا، هضيف له حوالي 2 معلقة زيت كمان. أكلة بسيطة وسهلة وجميلة وتفتح النفس. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدر افيدكم بكل جديد. هنا اتحمر معايا، اقلب على الجنب التاني وبكده هيكون كل الكمية اتحمرت معايا بأقل كمية زيت. طبعا ملقيتش زيت في الطاسة زي ما انتوا شايفين، قل جدا، فهضيف حوالي 2 معلقة تاني علشان خاطر اقلي الفلفل. وهنا هقلب على الجنب التاني عشان خاطر الفلفل مش بيحتاج وقت، في ثواني كده بيتحمر وبيديني لون جميل. خلصت كل الكمية حمرت معايا. وهنا لسان عصفور استوى معايا بقى جميل جدا ومفلفل. هعمل بقى دقة بسيطة وسهلة كده. جبنا توم وفلفل احمر وليمون وملح. طبعا لو عندك فلفل اخضر ممكن برضو تضيفيه، بيدي شكل حلو وجميل معاكي. فرمت كل الكمية دي مع بعض وضفت لها ليمونة كبيرة. انا بعصر الليمونة وهضيف لها 2 معلقتين خل. الدقة دي بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو. هبدأ بقى ان انا رش التتبيلة الحلوة دي كده على البتنجان وعلى الفلفل. وهنا هحشي الطماطم بالتتبيلة، الثوم والفلفل والليمون والخل. بتدي طعم جميل جدا مع الطماطم. وتخليل الطماطم ده يعني كانت امهاتنا بتعمله بطريقة جميلة وتفتح النفس. وهنا خلصت كل الكمية واللسان عصفور استوى معانا وبقى جميل. اكلة بسيطة جدا وحلوة جدا هتعجبكم ومفيدة بالخضار.
هستنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه وايه تعليقاتكم. ولو حابة ان انتي طبعا تغيري بدل اللسان عصفور تضيفي مكرونة صغيرة برضو هتبقى جميلة جدا. وهنا البتنجان والطماطم المخللة الجميلة. وبألف هنا وشفا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.